نيجي بقى لموضوع التجديد. انا قعدت مع لجنه كابتن حسين نبيل والناس تعاملوا معايا بمنتهى الاحترام، ما اختلفناش على اي حاجه خالص. مساله التجديد دي كانت مجرد وقت، لان الناس كانوا ساعتها بيتكلموا مع كذا لعيب في التجديد، واللي كان اتفاق بيني وبينهم ان انا بقى اخر لعيب، والناس دي موجوده ممكن ياكدوا لكم كلامي. بعدها اللجنه مشيت ورجع مجلس الاداره القديم من نوفمبر لمارس، محدش من مجلس الاداره كلمني في اي تجديد ولا قعد معايا. يوم 3 مارس رئيس النادي كلمني، رحت له انا وكيلي، يعني اول لما اتقال لي تعالى نقعد رحت وقعدت. وعايز اقول لكم ان الرقم اللي اتقال في الاعلام ما طلعتش عليا نهائيا، اصلا المفروض الحاجات دي تكون سريه. كل اللي طلبته هو التفكير، وده حق الطبيعي في اي انسان بياخد قرار مهم في حياته. بعدها بكام يوم دخلنا معسكر ماتش وداد في مصر. كنا مركزين ومفيش تفكير غير في الماتش. قبل الماتش يخلص فوجئت ان النادي بيعلن في الاعلام انه مش هيجدد. يعني انا قعدت سمعت، طلبت منه للتفكير، دخلت المعسكر، قبل ما اخرج من باب الاستاد قالوا لي ان الزمالك قرر انه مش هيجدد لك. ففهمت ان ما كانش في نيه حقيقيه للتجديد، وان ده كان مجرد شكل كده بنعمله عشان نقنع الناس ان احنا بنحارب. وقبل ما افوق من تهمه المماطله والمساومه، لقيت مؤتمر صحفي معمول بيتقال فيه اني متمرد وخاين ومتهرب، وان السبب في خروج الزمالك من افريقيا، واني كنت سليم، وان رفضت اركب الطياره. حتى لو احنا عارفين ان اللاعب ده بيحب النادي وشال النادي وموت نفسه بقاله 7 سنين، فاحنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نطلع نكذب وندمر تاريخه وصورته. زي في 2018 لما رجعت من كاس العالم، فوجئت ان النادي بعت الاستغنى بتاعي لبيراميدز، وانا اللي رفضت امشي من نادي الزمالك، واتعرض عليا وقتها رقم خيالي مستحيل حد يرفضه، وانا اللي صممت ان اكمل، لان وقتها كنت انا صاحب القرار، لان كان بقالي سنه في عقد. لكن دلوقتي انا مش صاحب القرار، لان عندي عقد منتهي، فمش هقعد مع الناس غصب عنها. وعشان اثبت حسن نيتي عرضت اني اتنازل عن باقي مستحقاتي، فاشترطوا عليا ان امضي على ورقه بتقول انها غرامات، وفي الحقيقه مش غرامات، هي مستحقاتي. وانا عايز اقول لكم حاجه، انا اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها ولحد دلوقتي انا مش قادر اتخيلها، ان جمهور الزمالك يشكك في حب وانتماء. ممكن تختلف معايا في اي حاجه، لكن حب وانتمائي اكيد لا. انا ما كنتش احب اقول كده، بس انا راجل نزفت في الملعب وما رضيتش اطلع. لو كنت اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت عشان خاطر الزمالك وجمهوره. اللي لازم تعرفوه ان لا يمكن اسيب صورتي قدامكم بالشكل ده غير لما اطلع واقول لكم الحقيقه، عشان انتوا اهم حاجه عندي. انتوا ناس شلتوني في دماغكم سنين، انا بقى انسان قليل اصلا. النهارده لو جيت ساومت واتكبرت على الناس اللي عملوا اسمي، اللي عملتوه معايا كان كبير قوي، يمكن كتير عليا. انتوا وقفتوا معايا في كل الاوقات، وكنتوا دايما ظهر وسند ليا.